يا صباح الفل، عاملين ايه؟ النهارده يوم جميل ووصفة سهلة جدا لعشاق المطبخ بقى، وكمان الستات اللي دايما ما بتحبش تقف في المطبخ كتير. هنعمل مع بعض ألذ واحلى كباب حلة. ممكن تاكليه بجد بالعيش وتحطيه كمان جنب شوية رز مع الصوص بتاعه كده ولونه الفاتح الجميل اللي احنا دايما بنعشقه. هنعمله النهارده بطريقة حلوة جدا، سهلة وسريعة، وكمان احلى من اللي انت بتاكليه من بره. لايك وشير واشتراك لهبة تي في، ويلا على طول نبدأ الفيديو. اول حاجه انا هنا هستخدم نوعين من البصل، هستخدم البصل الاحمر وكمان البصل الابيض. عندي هنا 3 بصلات كبار من الاحمر وبصلتين 2 من البصل الابيض مقطعاه كده لشرايط صغيره. عندي كمان 750 جرام من اللحمه. هنا بختار اللحمه الدسمه شويه، انا ما بختارش اللحمه الحمراء الصافيه. المفروض طبعا كباب الحله بيتعمل بلحمه حمراء صافي، لكن انا هنا بحب اللحمه الملبسه شويه، فانا مقطعاها كده لمكعبات زي ما انتم شايفين. وهنبدا بقى نحضرها مع بعض. عندي هنا جريل على النار، هضيف فيها شويه كده من السمنه، يعني حوالي 3 معالق من السمنه، اي نوع سمنه طبعا انت بتستخدميه. هننزل اول حاجه بالبصل الاحمر. وهنا في ناس بتختلف معايا ان هي دايما بتنزل اللحمه الاول تاخد تشويحه كده، او بتديها صدمه وبعد كده بنبدا نضيف البصل. انا هنا بختلف معاهم، لو جربتيها بالطريقه دي هتعملي احلى والذ كباب حله بجد ممكن ان انت تعمليه في حياتك. نزلت بالبصل كده، بمجرد ان هو يبدا ان هو يدبل هننزل على طول بقطع اللحمه بتاعتنا. نقلبها بقى كده حوالي 10 دقايق على متواصلة، بتبدأي تقلبي فيها لحد ما تحسي ان لون اللحمة كده بدأ يبيض او ياخد صدمة زي ما انتوا شايفين. اول ما يبدأ ان هو يدبل بالشكل ده وتحسي ان هو ريحته طلعت البصل مع اللحمة، على طول هنبدأ بقى ان احنا نسيبها كمان 5 دقايق على النار ونغطي عليها، وبعد كده نبدأ ان احنا نحط لها التوابل بتاعتنا. بعد ما شوحتها كده وسبتها على النار لمدة 10 دقايق رفعت الغطا من عليها، وهنبدأ بقى ان احنا نحط التوابل بتاعتنا. انا هنا بختار توابل بسيطة جدا لكباب الحلة علشان ما تضيعليش طعم اللحمة كمان. معلقة صغيرة او معلقة كبيرة على حسب ما انت حابة او الكمية اللي انت حباها من الفلفل الاسود، معلقة من الزعتر وده اختياري، عندنا كمان معلقة كبيرة من الثوم البودر على البصل البودر، عندنا كمان حبهان حوالي 10 فصوص من الحبهان، وكمان ورق من اللورا. دي كل التوابل اللي انا بقدر احطها او اللي انا بستمتع بطعمها في كباب الحلة. ما بحطش طبعا كمون ولا اي بهارات تانية. هنغطيها كده ونسيبها كمان 5 دقايق تاخد طعم التوابل، وبعد كده هنبدأ ان احنا نضيف عليها كوبين 2 من المية. هضيف لها بقى المية وهسيبها لمدة لا تقل عن ساعة، يعني كاملة ساعة كده كاملة على نار هادية على النار، لحد بقى ما نجهز مع بعض شوية رز بشعرية. هو دايما كباب الحلة بيتعمل جنبيه رز أبيض، لكن هنا أنا بحب الرز بشعرية جنب كباب الحلة. جهزت الحله بتاعتي، حطيت فيها 3 معالق من الزيت، عندنا كمان معلقتين 2 من الزبده الصفراء او الزبده اللي انت حابه ان انت تحطيها في البيت او بتستعمليها. وهحط كده كوب كامل من الشعريه. هنقلب الشعريه بقى، لان في بنات كتيره قوي لسه بادئه في المطبخ وما بتعرفش كمان تعمل الرز العادي. فهنبدا نضيف الشعريه، واول ما تاخد اللون الاصفر الغامق اللي انتوا شايفينه ده، الشعريه بتتحمص كده، وممكن ان انت تكوني محمصاها في الميكروويف او في الفرن الحراري عادي جدا، لكن انا هنا بحب ان انا احمصها، يعني التحميصه الجامده دي. هضيف عليها بقى نص كيلو من الرز البلدي، انا غسلاه ونقعاه كويس جدا، اهم حاجه ان انت تغسليه وتنقعيه كده من الميه وتصفيها. قلبته كده لحد ما تحسي ان كل رزايه عن التانية ايه، يعني مش ملزقه ببعضها، مفرفطه كده. هنبدا بقى نضيف عليها معلقه كبيره من الملح، وهنبدا نقلبها كمان حوالي 5 دقايق. انا دايما بقلب كده الرز اللي حد مش شايفين ما شاء الله، تحسي ان كل رزايه بعدت عن التانية مفرفط كده وحلو. نضيف عليها بقى كده 4 اكواب من الميه الدافيه او شوربه، طبعا لو انت عامله شوربه تقدري ان انت تضيفي الشوربه 4 اكواب من الشوربه، وهنسيبهم كده على نار هاديه لمده 15 دقيقه. هنا هنرجع بقى لكباب الحله، وما شاء الله بدات ان هي ايه، يعني الصوص بتاعها كده يتقل معايا. في الوقت بقى ده احنا هنضيف البصل بتاعنا الابيض، وده اللي هيخلي كباب الحله يكرمل معايا. يعني انا لما بضيف البصل مره تانية، او البصل الابيض بقى بعد ما بقى اخدت كده حوالي 3/4 سوا، تقدري برضو ان انت تاكلوها كده عادي بالعيش، لكن هنا هنضيف بقى معلقه كبيره من الملح، عندنا كمان مكعب من المرق، ونسيبها كمان على النار لمده 30 دقيقه. يبقى كده كباب الحله قعد معايا ساعه ونص على النار.
وده الكباب الحلة المضبوط علشان اللحمة بتاعتنا تبدأ إن هي تستوي تمامًا. هنا أنا نزّلت طبعًا الرز بتاعنا ما شاء الله كده قعد 15 دقيقة، أي رز في الدنيا بياخد 15 دقيقة على النار، 10 دقايق على نار عالية وال5 دقايق المتبقيين بيتشرب فيها الرز. الرز هنا مفرفط وحلو جدًا وأحلى بجد رز بشعرية تقدري إن أنتِ تاكليه في وقت قصير جدًا. خلّصنا هنا كباب الحلة وشايفين ما شاء الله لونه فاتح جدًا، اللون البني الفاتح مش الغامق، وبعد ما بتسيبيه بيبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طعمه وريحة وحاجة كده حلوة جدًا، قدّميه بقى بالعيش أو إن أنتِ تاكليه كده بالرز، وكمان الصوص بتاعه التقيل مش الخفيف، وطعم كده بجد لا يقاوم. أتمنى كمان إن شاء الله الفيديو النهارده يكون عجبكم، وقدّمت لكم حاجة بسيطة، واشوفكم بقى في حلقة جديدة وفيديو جديد. باي باي.